كان الله في العون وهارد لك وايه اللي هيحصل؟ ماذا بعد؟ والله يا مهيب، احنا في موقف صعب في الحقيقه. الاسماعيلي زي لو اتكلمنا عن الاسماعيلي انا راح اتكلم كتير قوي وبطولات ولاعيبه وجمهور كبير قوي يا مهيب. جمهور يعني ورا فرقته، شوف لغايه اخر لحظه، وهتلاقيه في الماتش الجاي برضه موجود. جمهور عظيم جدا. جمهور الدراويش ده جمهور اللي بيعشق اللعبه الحلوه، ودايما الاسماعيلي كان المثلث بتاع الكره المصريه. فانا في الحقيقه حزين جدا ان الاسماعيلي وصل يعني للنقطه دي، نقطه الهبوط طبعا. وحزين اكتر ان انا موجود في الدايره دي. كنت اتمنى ان انا يعني انا والله يا مهيب انا بعمل يعني اقصى جهد مني مع الجهاز الفني والاداري ومجلس الاداره وكل حاجه. لكن طبعا الكره دلوقتي يعني امكانيات الاسماعيلي لم يدعم باي لاعب من 3 سنين. من 3 سنين احنا بنلعب كل فرقه، كل فريق بنلعبه فيه محترفين وفيه. لكن الاسماعيلي طبعا احنا الحارس اللي احنا بنلعبه محروس 18 سنه، الماتش اللي فات واللي قبليه. فاحنا في وضعيه صعبه جدا وفي وضعيه خطيره جدا. واحنا شفنا حتى ماتش الاتحاد امبارح، شوف الجمهور وشوف الحلاوه. يعني الفرق الجماهيريه دي يا مهيب كنز لما هتندثر من الدوري هنعمل بقى زي دوري الكورونا اللي هو كنا بنسمع المدربين بنسمع بعض، لا في حلاوه ولا في روح. ولا هو قيمه الدوري الانجليزي في جمهوره، قيمه الدوري الاسباني في جمهوره، مفيش مقعد فاضي طيب الحل ايه؟ الحل ايه يا كابتن؟ الحل ايه؟ الحل دلوقتي ايوه والله انا كنت قلت طبعا اقتراح، انا اسف ان انا قلته، بس ده والله قبل الماتش بيوم ماتش دجله، وقلت اقتراح على بقاء يعني انا والله مش انا من الناس المدعمه للوائح والقوانين، وانا ضد تغيير اي لوائح. بس انا بقول في ايه؟ رأفة بالانديه الجماهيريه، لان الاسماعيلي اتظلم كتير في المادي في موقف لعيبته. يعني انا بعذر اللعيبه دي، ما هو اللعيبه دي لازم كانت تدعم. طيب ايه الوضعيه؟ انت قعدت الاسماعيلي السنه اللي فاتت ومعاه كذا فرقه، مش الاسماعيلي بس، والمحله ومودرن وتقريبا مش عارف فرقه رابعه، ولم يدعم الاسماعيلي تماما. طب ما هو الوضع كما هو عليه، انت ما عملتش حاجه. ولكن المشكله في حل المشاكل الماديه، في حل المشاكل الماديه. اصل لو كل سنه يا كابتن يعني الناس تقول لك ايه؟ طب انا كل سنه هتيجي لي فرقه جماهيريه وشعبيه هتنزل اوقف النزول؟ يعني طب ما انا كده يعني انا بقى همشيها كل سنه كده؟ ما هو برضه مش سيستم. انا معاك تماما. بس انت ادي فرصه. ما انت ما ساعدتنيش، اقول كايه بس انت ما ساعدتنيش ان انا احل. لان الاسماعيلي ده خلي بالك اصلا دي مش اي فرقه جماهيريه. لا مش اي فرقه. انت بتتكلم على تاريخ طويل قوي وجمهور. وخلي بالك نزول الاسماعيلي، سيبك ان انا مدير فني للاسماعيلي، نزول الاسماعيلي ده والله العظيم هيضر بالدوري المصري. لان طب ندي فرصه للانديه الجماهيريه دي وتبقى اخر فرصه. ادي فرصه لتوفيق الاوضاع وانها توفق بس اوضاعها، وبعد كده اعمل خلاص ما تغيرش، ويبقى في اللائحه عدم تغيير اي بند في اللائحه، وده يبقى ملزم لجميع الانديه. بس فعلا الاسماعيلي ظلم في حاجه ان هو طيب ما هو برضه ولم يدعم يا كابتن خالد، ما هو بنفس الوضع المالي ونفس ايقاف القيد هيحصل السنه الجايه برضه. هتعمل ايه برضه؟ هنقول اخر فرصه؟ ما هو لازم يكون في حل، لازم يكون في حل ودعم كبير. يعني انا يا جماعه انا عايز اقول حاجه والله، لان احنا في قضيه كبيره جدا جدا جدا، الا وهي الانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه دي يا جماعه والله العظيم كنز. على فكره الاهلي والزمالك يعني ما تلعب ماتش مثلا، تلعب المحله في المحله قدام الجمهور، تلعب الاسماعيلي في الاسماعيليه كمان قدام الجمهور. ده حاجات بتسري الدوري المصري وبتعلي قيمته. يا مهيب احنا كنا في الثمانينات بنلعب السويس والمنصوره وشبين وطنطا ودمياط واسوان. فين الفرق دي؟
فين يعني احنا خلاص وصلنا لمرحله، خلاص الفرق مش هيبقى الدوري بدون جمهور بعد كده، هيبقى اهلي وزمالك وخلاص، مصر خلاص، وما فيش حد، ما فيش حد يا كابتن. ده لو كل نادي لو كل نادي طلع لعيب من عنده لنادي الاسماعيلي الموضوع هيختلف 180 درجه. وانا والله يا مهيب، مش عشان انا مدير فني الاسماعيلي ما تاخدهاش من الناحيه دي، انا اخدها ان انا محب للانديه الجماهيريه انها تبقى، والاسماعيلي ده نادي كبير قوي 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 خلاص. فانا قلت على اقتراح والله ارجو ان انتوا تتبنوه، ومش هيبعد عن الدوري السنه دي، ويبقى اخر فرصه للفرق الجماهيريه، يعني ان يبقى الدوري 24 فريق، ويبقى برضه 14 فرقه اللي هي مجموعه الهبوط، و10 مجموعه اللي هو البطوله، وهتفرق بس 3 ماتشات زياده في مجموعه البطوله، وينزل 6 فرق ويطلع فرقتين، وهيبقى الدوري 20، وتدي فرصه كاخر. يعني انت عايز الدوري يبقى 24 فريق، 24 فريق، 10 يصفوا و16 مع بعض على الهبوط، وينزل 6 ايه؟ لا 14 سوري، فرقه و10 10 و14 هتفرق 3 ماتشات زياده بس في الدوري بس كده. طيب يبقى ادينا اخر فرصه. خلي بالك، عايز اقول كلمه زياده كمان، دوري المجموعتين انا من وجهه نظري لا مش كويس، لان ده انت قيمه ان الاهلي والزمالك يلعبوا مرتين. طيب ده فكر جميل جدا وينقذ نادي الاسماعيلي هذا الموسم، لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ايه اللي هيحصل لو الاسماعيلي هبط؟ معلش ما تزعلش مني. لا هتحصل مشكله كبيره، يبقى الاسماعيلي كده ممكن يهبط للثالثه والرابعه كمان. الله، ليه بقى؟ ما هو الامور الماديه، ما هو لازم تحلل الامور الماديه، يبقى انت كده قضيت على الاسماعيلي زي الفرق اللي هي اندثرت خالص ونزلت درجه رابعه. انت دلوقتي بتحافظ على قيمه نادي كبير قوي قوي. طب نعمل ايه اذا كان المسؤولين عنه مش عايزين يحافظوا؟ المسؤولين هيعملوا ايه؟ هو المسؤول دلوقتي مش قصدي يعني انت كمجلس اداره، انت سيادتك جاي ليه؟ لايجاد موارد وحل ازمات، مش قادر تكل على الله. انت دلوقتي هتحل ايه ولا ايه؟ تراكمات بقالها 5 6 سنين يا مهيب. احيانا يا كابتن خالد لازم المشكله توصل لشيء كبير جدا عشان تتحل احيانا. فالشيء الحدث الجلل ان الاسماعيلي بنزوله هيفوق وهيرجع تاني اقوى. دي وجهه نظر. لا مش هيفوق يا مهيب، مش هيفوق صدقني. الامور هتتصعب تماما، وهينزل للدرجه الادنى كمان لعدم وجود اي موارد. انا مش عايز اقول لك امور اللعيبه عامله ازاي جوه الفريق والحلل. لا يعني الاسماعيلي لو نزل هتبقى مشكله كبيره، ويبقى انت كده فقدت ضلع ثالث في الكره المصريه، وفقدت جماهيريه كبيره قوي بتسر الدوري المصري. احنا حتى لو انا بره الاسماعيلي هقول كده، ادي فرصه للاسماعيلي، واحنا شايفين كمان كذا فرقه جماهيريه يا جماعه، الاسماعيلي كمان في المنطقه دي، فادي فرصه للفرق الجماهيريه، بس لازم تساعدها. لازم ان انت تساعد الفرق دي انها تحل ازماتها. ما اتكلمتوش على الدمج ويبقى فيه شراكه والحاجات دي؟ الدمج يطوي هويه الاسماعيلي يا مهيب. لا طبعا. واسال يطوي. دلوقتي هو الاسيوطي بقى بيراميدز، مش عارف فيوتشر بقى مودرن، مش عارف مليون فرقه خلاص اتنسوا، المعادن بقى جولدي، مش عارف مين. يعني ما احنا حضرنا حاجات كتيره جدا يا مهيب. لا دي جماهيريه ما ينفعش فيها الدمج. انا اسف ان انا بقول الكلام، فرقه جماهيريه. انا والله مش صعبان عليا غير جماهير نادي الاسماعيلي، جماهير. قولي له مش هيبقى ليك اي صفه. انا مش صعبان عليا يا كابتن خالد، انا مش صعبان عليا غير الجماهير اللي في الشارع الاسماعيلاوي. لو سمحت يا مهيب بعد اذنك، وانا بنادي، وانت عارف ان انا طبعا يعني بتشرف ان انا ببقى معاك كواحد مكانك بيتك، وفي القناه المحترمه، ان انتوا اخر فرصه يا جماعه، اخر فرصه. وانا بناشد، مش ان انا كمدير فني والله كخالد جلال، انا بناشد ان احنا هنفقد فريق كبير وجمهور عظيم في الدوري المصري، بس كده ان شاء الله. لازم نبقى كلنا
اخر فرصه، اخر فرصه، بس نشوف ازاي نساعده وازاي نساعد الفرق كلها، مش الاسماعيلي بس. طبعا الجماهيريه، لان الدوري بدون جمهور هيفقد كتير جدا من رونقه واستثماراته وحلاوته وكل حاجه.